كما يقول المثل كل بلاد ورطالها. اليوم باش نحضروا بعضنا كسكسي بالقرنيط على طريقة مدينة طبلبة. كي نقولوا طبلبة نقولوا الحوت البنين والحوت الفرشك. خذيت القرنيط بالطبيعة بعد ما نظفته وحطيته في الماء سخون واستعملت الطريقة هيك 6 مرات وخليته يتسمط حتى طاب. في مرميطة خذيت زيت زيتونة بصل فلفل شايح قليتهم مع بعضهم باش نضيف صوص مغارف كبار طماطم معجونة نحلهم فك الزيت ومن بعد نضيف القرنيط ونقليه زيادة مع الطماطم باش نضيفهم غرفة كبيرة فلفل أحمر غرفة صغيرة من الفلفل أكحل والملح ونزيد نعاود نقليهم. من بعد نزيد نضيف شوية ماء نزيد نخلي الطماطم تتقلى ومن بعد باش نضيف كمية الماء اللي حاجتي بها والقرع. طب باش نتعدى نبل الكسكسي متاعي نحضره نخليه يتشرب الماء ونحطه في الكسكاس باش يفور. شو نقول لكم على الريحه والبنه متاع المرق تعمل الكيف. قلت لهنا خليني نجي نتفقده لقيت ما شاء الله الصوص راكحه زدتها جرينيت فلفل الشايح هما باش يعطيونك البنه متاع الكسكسي ورجعته يفور. وقفت المرقه على زيتها نتعدى توا باش نسقي الكسكسي متاعي بك المرق البنين المرق الزمني. وهذه كما قلت لكم طريقتنا في تحضير الكسكسي. لا نحطوا لا ثوم ولا تابل ولا حتى شيء. ان شاء الله طريقه تكون عجبتكم وصحه وشفاء.